هيدا الفيديو خاص للسوريين، بتمنى من الجميع يسمع الفيديو للأخير، لأنه طفح الكيل. قد ما عم شوف على السوشيال ميديا عم تطلع ناس وتبيض وجه على حساب ناس. هالموضوع لازم ننهيه. بتمنى عندي شرح بسيط، بدي من وقتكم 3-4 دقايق نشرح القصة وتعطوني رأيكم بالآخر وننهي هالموضوع. إخواتي، أنا يعني عم شوف ناس من العراق ومن مصر عم يطلعوا يقولوا السوريين اخواتنا ونحن نستقبلكم ونحن. اخواتي، كل الموضوع مش انه لبنان ضد السوريين او ما بده السوريين. لبنان بلد سوري ما في يعيش، بس المشكلة بالعربي المشبرح. اعتبر السيارة 4 ركاب، هيدا هو لبنان. طب انا لما حملوا 4 ركاب تانيين حيساعوا، بس حيفوتوا زرك. بس السيارة شو رح يصير فيها؟ رح يتعب موتيرها، يروح فيتيسا، يروح مقصراتها، رح تتعب شاسيه السيارة. يعني ماكسيم 6 اشهر 4 اشهر بتفرط السيارة. وصلت الفكرة ولا بعد؟ يعني لما يطلع العراقي والمصري عم يحكيني، انت عم تحكي يا عراقي انت مساحة ارضك قديش؟ عدد سكانك 40 مليون، لما فوت معك انا 4 مليون او 3 مليون بتضيع الطاسة، ما حتحس فيهم. اما مصر قد لبنان على 60 مرة وعدد سكانها 110 مليون. لما هول 4 مليون أنا بعطهم على مصر كمان راح يضيعوا، ما حتأثر على مصر ولا حيتضايقوا المصريين. بس كل الموضوع يا إخواتي افهموا إنه العدد زاد. 4 مليون اختنق لبنان، ولبنان ما عنده صرف صحي ولا كهرباء ولا مي. هذا كل الموضوع. الدولة اللبنانية عم بتطالب اللي معه إقامة يضل، لانه صار في نزوح هالسنه اكثر من 1.5 مليون زياده. يعني ما عادش تتحمل لبنان، يعني مع السياره ما عادش تتحمل 8 ركاب تاخذ فوقه بعد 2. عم تفهموا الفكره وين؟ هيدا كل موضوع. فما يطلع العراقي ويطلع المصري يبيض وجه حساب السوريين، يطلع الترند يقول اذا لبنان زعبتكم نحن مستقبلكم. ارضك واسعه، فيك تستقبل انت 4 مليون. بس كل الموضوع يا اخواتي انه صار في لا شرعي اكثر من النص، ولبنان بلد اليد العامله السوريه ما في يعيش. يعني لبنان بيستوعب 2 مليون، 1.5 مليون الماكسيمو، صار في 4 مليون. وصلت الفكره اخواتي السوريين؟ فما حدا يطلع وهيدا يقول بدنا نعطل نحن ونحن ضد اللبنانيه، والسوري يطلع يحكي على اللبناني واللبناني يحكي على السوري. ما حدا يتطاول على الثاني. كل الموضوع انه الدوله اللبنانيه عم بتخفف عبء اختنق لبنان. يعني نحن 4 مليون وانتم صرتوا 4 مليون، ما عادش يتحمل وضعي يا اخواتي. وكلنا اخوه وكلنا بلاد وحده. واللي ما بيعرفني الي فيديوهات سابقه وبقولها علنا، كنا بلاد الشام. يعني نحن 70% الشعب اللبناني اصله سوري. بس الموضوع ان شاء الله تكونوا فهمتوه، ما عادش يتحمل. فما عادش حدا يزيد ويحكي على لبنان نحن بنستقبل نحن بنستقبل. تفضل يا خي استقبلهم. عندنا 2 مليون زايدين، ابعث لهم تيكتات، ابعث لهم باصات وخدهم. ما زال ارضك واسعه وساعدهم. نحن ما بنتحمل الا ماكسيموم 1.5 مليون يا اخواتي. ان شاء الله يكون الفكره وصلت. والسوري خيي واللبناني خيي السوري، وكلنا عرب وكلنا اخوه.